معادلة كلية هندسة ديت هتدمر مستقبلك. هتقول لي ازاي يا عم عبودة؟ هقول لك بعد ما تعمل اللايك الجميل بتاعك. بص يا سيدي، معادلة كلية هندسة عامة النجاح فيها بيكون صعب، والناس اللي بتعمل معادلة كلية هندسة دلوقتي امتحانكم الاسبوع اللي جاي تقريبا يوم 21/9. طيب، بدل ما تروح تمتحن المعادلة وتخسر الرغبات بتاعتك او تخسر ان انت تقدم في معهد من المعاهد المتاحة ليك من بعد سنة تالتة، او تقدم في كلية لو انت جايلك كلية زي كليات تكنولوجية او بعض الكليات المتاحة ليك من بعد سنة تالتة دبلوم، فده خطأ كارثي حرفيا انت بتدمر بيه مستقبلك من غير ما تاخد بالك. ايش ضمنك ان انت هتنجح في المعادلة؟ ايش ضمنك ان انت هتدخل المعادلة وتنجح فيها من اول مرة؟ وبعدين اصلا في قرار كمان وزاري ان معادلة كلية هندسة من 2025 هتبقى بالنسبة لك انت كطالب دبلوم فني فرصة واحدة. انت دلوقتي هتقدر ان انت تعمل المعادلة فرصتين ورا بعض. بعد ما انت اتخرجت من سنة تالتة دلوقتي تقدر ان انت تعملها في 2024، وتقدر كمان ان انت تعملها مرة في 2025. فانت متاح ليك فرصتين وده الطبيعي. بالنسبة للقرار الجديد من 2025، اي واحد متخرج من تالتة دبلوم صنايع هيقدر ان هو يعمل المعادلة مرة واحدة بس، فانت بالنسبة لك هيبقى ليك فرصة واحدة بس. طيب، انت دلوقتي رحت عملت المعادلة وكنسلت خالص فكرة ان انت تقدم في الرغبات او ان انت تقدم في اي معهد من المعاهد المتاحة ليك. ايش ضمنك ان انت ممكن اصلا تنجح في المعادلة؟ لو انت ما نجحتش في المعادلة فيبقى انت كده دلوقتي ضيعت عليك تقديم في المعهد او في المعاهد المتاحة ليك، وفي نفس الوقت خسرت المعادلة، وفي نفس الوقت يبقى انت خسرت سنة من حياتك ما استفدتش منها باي حاجة، وهتستنى السنة الجديدة عشان تبدأ تقديم من اول وجديد. فالمقصد من الفيديو البسيط الصغير ده ان انت في فترة التقديم الحالية قدم على المعاهد بتاعتك، قدم الرغبات بتاعتك، قدم في اي معهد هيبقى متوفر ليك بالتقدير بتاعك، وفي نفس الوقت وانت بتعمل المعادلة يبقى انت الملف الشخصي بتاعك متقدم في معهد من المعاهد المتاحة ليك، علشان لو لا قدر الله انت ما نجحتش في المعادلة يبقى انت على الاقل اسمك ليك فرصة تانية، حطيت رجلك في مكان تاني تقدر ان انت تعمل منه حاجة. حبيت تعمل السنة الجاية ان انت ترجع تاني تعمل المعادلة المرة تانية، يبقى انت برضو اسمك موجود في المعهد وخلصت اول سنة من المعهد، نجحت في المعادلة فيبقى انت وفرت سنة تانية معهد. ما نجحتش يبقى انت برضو مستمر في المعهد وما ضيعتش اي سنين خالص من حياتك. انما فكرة ان انت تروح تعمل معادلة على امل ان انا هنجح فيها 100% 100%، يا جماعة النجاح في المعادلة صعب، واللي يطلع يقول لك ده النجاح في المعادله سهل ده بيحور عليك. نسبه النجاح في المعادله بالنسبه لطلبه الدبلومات الفنيه بتبقى صعبه جدا جدا جدا. انا مش بحبطك ولكن ده واقع. المقصد من كلامي ان انت ما تضيعش الفرصتين من ايدك، حط رجلك هنا وحط رجلك هنا، ويبقى في بالانس كده في الموضوع، وتبقى ماسك العصايه من النص. لان انا لاحظت الفتره اللي فاتت ديت ناس كتير جدا منكم يقول لك لا يا عم انا حاطط كل وقت ومجهودي في المعادله ومش هقدم في اي حاجه خالص في الرغبات بتاعتي، وهحاول ان انا انجح في المعادله علشان اوفر السنتين. طب فرضا انت ما نجحتش في المعادله، ساعتها هتعمل ايه؟ ما عدتش تعرف تقدم تاني، لان انت اصلا علشان تقدم لازم يكون ليك بطاقه ترشيح ولازم تكون مسجل رغبات، وانت ما عملتش الخطوه دي اصلا من الاساس. فانت دلوقتي قدامك فرصة كويسة جدا ان هم لسه سايبين تسجيل الرغبات متاح علشان خاطر الناس اللي بتمتحن ملاحق لسه هتسجل الرغبات بتاعتها. فلو انت ما كنتش سجلت رغباتك ادخل سجل رغباتك بترتيب كويس للمعاهد المتاحة ليك بالتقدير بتاعك، تمام؟ واطبع بطاقة الترشيح بتاعتك لما تنزل وخليها معاك. ووقت التقديم روح قدم، التقديم بيفضل شهر ونص من بداية الدراسة، قدم في اي وقت مش لازم تروح تقدم في اول يوم. خلصت من المعادلة ولقيت نفسك نجحت في المعادلة، شكرا، الورق اللي في المعهد اللي انا قدمته ده شكرا على كده، روح اسحبه، مفيش اي مشكلة، ما خسرتش حاجة. لو ما نجحتش في المعادلة فبالتالي انت اسمك قدمت في المكان ده، وتقدر ان انت تبالانس الموضوع ما بين المكان ده وما بين المعادلة لو انت حابب تعملها مرة تانية. هتسيب نفسك كده للمعادلة بس؟ صدقني انت كده بتضيع من وقتك. اتمنى ان انت تنجح في المعادلة من اول مرة، هتريح نفسك وهتوفر على نفسك سنتين، ده شيء كويس جدا جدا. ولكن لازم برضو تبقى مخطط لأي عقبة ممكن تحصل في المستقبل بتاعك، وده اللي انا شفته مع ناس كتير قوي كانت بتعمل المعادلة. فعلشان توفر على نفسك وقت، وتوفر على نفسك تضييع وقت، وتوفر على نفسك تضييع سنين من حياتك، يعني بالانس الموضوع، انت مش هتخسر اي حاجة خالص، يعني الموضوع ما فيش فيه اي كلكع. بس كده،
ده كان فيديو كده سهل بسيط سريع كده، حبيت ان انا اوضح فيه الكام نقطة المهمين جدا دول، علشان خاطر الفترة اللي جاية حساسة شوية في اختيار المعاهد بتاعتك والناس اللي هتمتحن المعادلة، وبقى انت بتدور على مستقبلك، والله اعلم انت هتكمل ايه وهتدخل ايه، ففترة حساسة شوية. فواجب عليا ناحيتك ان انا اطلع اقول لك خلي بالك من كذا كذا، لان كنت اتمنى ان ناس كتير، او كنت اتمنى ان اي حد في الفترة بتاعتي في فترة الدبلوم ان هو يطلع يقول لي اي حاجه بس توضح لي الرؤيه المستقبليه هتبقى عامله ازاي. بس كده يا صاحبي، ده كان فيديو النهارده. يا رب تكون الحلقه عجبتك. اشوفك على خير ان شاء الله في الحلقه اللي جايه. لو انت ما عملتش لايك انزل حالا نعمل لايك، ولو انت مش مشترك في القناه يا ريت ان انت تنزل تشترك حالا عشان يوصلك جديدنا اول باول. كان معاكم باشمهندس عبد الرحمن متولي، اشوفكم على خير في الحلقه اللي جايه، في امان الله.